عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة معانا المنظومة الصينية HQ7. مواصفة الصاروخ HQ7: الطول 3 متر، الوزن 85 كيلو جرام، المدى الأدنى 500 متر، المدى الأقصى 15 كيلو متر، الارتفاع التشغيلي 5 كيلو متر في الجو، يعني حتى 5 كيلو متر كأقصى حد. السرعة 2.2 ماخ. طبعا يا جماعة الصين في الفترة الأخيرة بقت ما شاء الله ماشية في صناعة مش لحقت الولايات المتحدة أو حلف الناتو أو روسيا، بل ماشية تتفوق، بقت ماشية في مرحلة بتاع التفوق. عشان كده الولايات المتحدة خايفة منها خوف شديد. فبنلقاها في الصناعات الدفاعية تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. دفرت فرنسا شالتها برا، طلعت بريطانيا برا، طلعت الهند برا من التسعينات، وبقت ماشية في نظام الصناعات بتاع ماشي يتحسن. بعدين صناعاتها ما زي أي صناعات، يعني كان زمان بيحاولوا بس يقلدوا وعلى كده بيقفوا، هسي بيقوا يقلدوا ويحسنوا التقليد، يخلوه أفضل من الأصل. هسي كمثال الصاروخ اللي بنتكلم عنه أو نظام الدفاع الجوي HQ7 أصلا فرنسي، فطبعا اشتروا من فرنسا المنظومة دي. طبعا الصين منو يقدر يتكلم معاه، بعد شوية نسخت المنظومة من 1000 واحد بقتها 5 6 7 10 ألف 15 ألف، وما في زول بيقدر يتكلم مع الصين. طبعا تتكلم معاهم الحكومة الفرنسية إذا حاولت تجادلت معاهم أو حاولت تعمل معاهم أي حركة بحركتين هيودوها محكمة دولية، أو الحكومة الفرنسية هتوديهم محكمة دولية يقعد يشبكوها شين شانغ شونغ يوم جاك يوم يومي وجايين وجاكين وهناك قروش مواصلات ساكت بتقنع بتمش تخلي. فبنلقى صناعاتهم صناعات ممتازة والله. نصيحة وكجيوش مبتدئة ننصح بجيشنا السوداني يشتري المنظومة دي وبكثرة، ويا حبذا يا حبذا لو وقع اتفاقية بتاعة تصنيع محلي أو ترخيص للتصنيع المحلي ده.